مين عايز ياكل كشري؟ شوية كشري طلعوا تحفة. يلا بينا نشعبن بشوية كده كشري قبل رمضان. كل سنة وانتم طيبين. سمي الله ونصلي على رسول الكريم ونجيب العدس بتاعنا. هنا حوالي ربع كيلو من العدس. انا نقعتهم، غسلته ونقعته في ميه سخنه وحطيت له شويه ثوم. حطيت له ده صلصه. العلبه اللي انا هعمل منها الصلصه بتاعت الكشري، خدت منها حته حطيتها كده في العدس. ورفعته على النار يستوي. انا معايا هنا رز بشعريه. انا بحط على الكيلو رز، بحط نص كيلو شعريه في الكشري بالذات، لان بصراحه بيبقى طعمه حلو قوي. كان العدس هنا خلاص، حطيت له حته من الزبده وملح وكمون وخلاص، رفعته من على النار. كان استوى ما خدش 10 دقائق بسبب ان انا نقعته شويه. هنا المكرونه بتاعتي طبعا كانت برضو اتسلقت وصفيتها، وفي نفس الحله بتاعت المكرونه حطيت شويه توم صغيرين كده مع شويه زيت والملح بتاعه والفلفل الاسمر بس، ولفتها كده في الزيت شويه وخلاص خلصت. الرز كمان بتاعنا كان خلص خلاص، وكل سنه وانتم طيبين. والصلصه بقى نسيناها في الاخر. الصلصه بعد ما خدت غلوتين كده حطيت لها ملح، كمون، توم، معلقه سكر وخل. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا.